قلت لك ابويا يعيش يا حمزه، حصل ولا لا؟ سليم ابوك مات علشان كان تعبان، واحنا عملنا كل اللي نقدر عليه. لو كنتوا عملتوا كل اللي تقدروا عليه ما كانش مات. وانا وانت عارفين كويس قوي لما تعوزوا تلحقوا حد كان ممكن تعملوا ايه. سليم قلت لك سلم نفسك وهخليك تشوفه، وانت اللي مرضتش. لكن انتوا سبتوه يموت، ودلوقتي الدور عليكم. صاحبك هشام قدامك 10 دقايق. مامي، ينفع نتكلم دقيقتين من غير خناق؟ انت عودتيني نعتمد على نفسي من وانا صغيرة، ومن ساعة ما بابا مات فانت بتعامليني كصاحبتك مش كبنتك. خلينا نتكلم شوية كصحاب. سليم بيعمل كل اللي بيعمله ده يا ماما عشان خاطر حاجة واحدة بس، ان انا في الاخر ارجع له. يعني هو ولحد النهارده عايزني انا وبس. عشان كده مفيش اي حد غيري يقدر يوقفه على اللي هو بيعمله. وانا ما اقدرش اسيبك يا سليم، ولا انا عايزه ابقى معاه، بس طالما انت هنا معايا يا ماما سليم هيقدر يوصل لك باي طريقه، وساعتها هضطر اعمل اللي هو عايزه مني. يعني انت يا ماما نقطه الضعف الوحيده اللي سليم يقدر يضغط عليا بيها. عشان كده عايزاكي تبعدي عشان احميكي واحمي نفسي. انا ماما الموضوع ده مش هيطول، اوعدك. هما كام يوم لغايه ما سليم يتمسك، وبعد كده هنرجع نقعد مع بعض. انا عارفه يا ماما انت استحملتيني قد ايه وتعبتي معايا قد ايه، بس عشان خاطري المره دي لازم تبعدي، اوعدك. وريني ضحكتك الحلوه. الانفجارات تهز القاهرة. شهدت القاهرة اليوم تصعيدا جديدا من العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد بعد أن شهد سكان القاهرة عدة انفجارات للسيارات. ازاي سبتوا ده يحصل؟ عدد من المناطق الحيوية في ازاي؟ الأمر الذي أدى إلى سقوط العشرات ما بين ضحايا ومصابين. سيادتك يا فندم، محدش فينا كان متخيل ان الامور هتوصل للدرجات. وهو وصل من ساعة القضية الزفت دي ما اتفتحت، وكل يوم عندنا مصيبة. سرعة نقل المصابين وتكثيف الحملات الأمنية لسرعة القبض على الجناه والذين انا لسه يتردد ده مكتب رئيس الوزراء، مش عارف اروح اقول له ايه. قول له يا فندم ان احنا في حاله حرب مع الارهاب. سيادتك كل يوم بيقع مننا ناس عشان بيأدوا واجبهم. سيادتك احنا ما قصرناش في حاجه، والكل لازم يعرف ويفهم عشان يقدروا اللي احنا فيه. هشام الاسعاف، انا المقدم حمزه من الامن الوطني، عايز اسعاف ضروري حالا دلوقتي، في ضابط بيموت. هشام، المعادي شارع 7، ارجوك بسرعه. حمزه ده بينزف يا حمزه.
لازم يتنقل المستشفى بسرعه. الاسعاف جه حالا. الو سليم صح؟ والدور على مين بقى ان شاء الله؟ وحيد خليك هنا، انا هحاول الحق. يلا بسرعه يا حمزه. هشام هشام هشام. ومعنا الآن خبر عاجل ومؤكد، وهو سقوط ضابط سابق في جهاز الأمن الوطني بعد تعرضه لمحاولة اغتيال. شهود عيان في موقع الحادث أكدوا أنه تعرض لإطلاق الرصاص عليه من مجهول، وجاري الآن نقله إلى المستشفى في حالة الحرجة. هذا وقد شهدت القاهرة اليوم سلسلة من التفجيرات الإرهابية المشتبه في كونها تصعيد جديد من جماعة نور الهدى الإرهابية، وجاري الآن البحث عن الجناه بعد صدور أوامر بسرعة ضبطهم وإلقاء القبض عليهم. ايوه يا وحيد، انت فين؟ خليك عندك، اوعى تنزل، اوعى تروح اي حته، انا جاي لك في السكه حالا دلوقتي. طيب خلاص اوكي متشكرة قوي، شكرا. باي باي باي. ماما انا حجزت لك بكره على طيارة بيروت. اللواء صبري قدامك 10 دقايق. ايوه حمزه. اللي هو صبري. طيب انا هتحرك عليه حالا دلوقتي. سلام. هذا وقد صدر بيان عاجل من رئاسة الوزراء منذ قليل يدين الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد اليوم، والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين. ويعد هذا البيان هو الثاني من نوعه. كل اللي أمرت بيه يتنفذ يا شيخنا. الرئاسة والذي تقدمت فيه بخالص السعادة لأسر الشهداء والمصابين، ووعود حاسمة بسرعة ضبط المتسببين. سليم دلوقتي في طريق تنفيذ أهم ضربة لينا النهارده. ايه؟ هو هيعمل ايه تاني؟ مش مهم يا صالح هيعمل ايه. المهم دلوقتي إن سليم رجع لنا. خد يا صالح. البيان ده عايزه يتوزع على كل الجرايد ومواقع الإنترنت. عايز كل الناس تعرف اللي حصل ده حصل ليه ومين اللي وراه. امرك يا شيخنا. شكرا يا حمزه، الف شكر. على ايه يا فندم؟ خير يا فندم، انت كويس؟ انا كويس. في ايه؟ في حاجه؟ في ايه انت ما قلتلوش ولا ايه يا حمزه؟ فندم كان جاي لنا تهديد من سليم لسعادتك. يبقى سليم اتجنن، وعشان كده لازم نوصل له بسرعه يا جماعه قبل ما يقتل حد تاني مننا. بص يا حمزه، اللي انا متاكد منه لحد دلوقتي ان لو في حد سليم عايزه، الحد ده هو انت. انا متاكد يا حمزه، علشان كده انت لازم ترجع الوزاره، لازم يا حمزه، وما تخرجش منها ابدا. تمام؟ ابوس ايدك، اسمع كلامي ولو مره واحده في حياتك. ارجع انت وسيبني اتصرف، وان شاء الله النهارده مش هيعدي الا وسليم في ايدي. يا بهاء افهم بالعقل كده. هو دلوقتي عمال يقتل واحد ورا التاني، وقبل كده كان في انفجارات. ليه كل ده؟ اكيد يا فندم علشان البلد تولع، علشان الاعلام يصور، علشان الناس تخاف. ممكن ساعتها الوزير يتشال
تفتكر يا فندم ممكن يبقى الهدف اللي جاي هو الوزير؟ والله ممكن، تصدق؟ وعشان كده بقى احتياطيا لازم تتصلوا بسيف يا جماعه علشان يبلغ حرس الوزير انه ما يخرجش دلوقتي، واذا بفرض انه لازم يخرج لازم يغير خط سيره بسرعه يا جماعه، مفيش وقت. ايوه حمزه، في ايه؟ لا لسه سياده الوزير ما خرجش. بتقول ايه؟ سياده الوزير. ايه في ايه؟ سيادتك ما ينفعش تخرج من الوزاره دلوقتي. ايوه يا نهى. ايوه حبيبي، عامله ايه؟ تمام، انت كويسه؟ انا تمام يا حبيبي، انا تمام الحمد لله، كويس كويس. وبابا كمان كويس، ما تقلقيش. انت فين؟ يا ستي والله كلنا كويسين زي الفل، انا بقول لك اهو. انت فين بقى؟ فين؟ الو، قولي تاني، صوتك بيقطع يا نهى. الو، هو ده وقته، هو ده وقته. يعني ايه ما اقدرش اخرج؟ ده كلام يا سياده اللواء؟ يا فندم خروج سعادتك من الوزاره هي الحاجه الوحيده اللي هم عايزينها دلوقتي. كل اللي بيحصل بره دلوقتي عشان سعادتك اول ما تخرج تتعرض لمحاوله اغتيال. يبقى تمنعوهم، تشوفوا شغلكم، مش تقول لي اقعد في مكتبي. يا فندم احنا مش في ظروف طبيعيه، لازم نتعاون على الاقل الليله دي. يعني ايه وزير الداخليه ما يقدرش يطلع من مكتبه؟ يا فندم انا سيف، انا اخترتك علشان قلت انك هتقدر على المهمه دي، لكن واضح ان اختياري كان غلط. وماله؟ الغلط يتصلح. في عربية مستنياك يا ماما تحت، هتوصلك لحد المطار، وانا مظبطه لك كل حاجة هناك، العربية بحجز الاوتيل بكله. عارفة يا ماما لو عليا كنت انا وصلتك بنفسي، بس انتي فاهمة. فاهمة، خلي بالك من نفسك. حاضر يا ماما، هخلي بالي من نفسي وهكلمك كل يوم واطمنك عليا كل يوم. عارفة لو ما كلمتنيش كل يوم هحجز في اول طيارة وحاجة ويحصل اللي يحصل، فاهمة؟ فاهمة يا ماما، حاضر. وبعدين يا ماما احنا مش هنغيب عن بعض شهور، هما ان شاء الله يومين وهنرجع نتقابل تاني. ان شاء الله. بس يا ماما، بس يا ماما، شافي بقى ما تقطعيش قلبي. بس خلي بالك من نفسك. حاضر. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا. كفايه يا سليم، كفايه. مش مكفيك كل اللي ماتوا؟ لا مش كفايه. قلت لك زي ما ابويا مات كلكم هتموتوا. انتوا اللي قتلتوه يا حمزه، انتوا. وانا اللي هقتلك يا سليم، سامعني؟ قسما بالله العظيم لاجيبك واقتلك يا سليم. الدور على بنت اللواء صبري. نهى، قدامك ربع ساعه. ايوه يا نهى، انا وصلت تحت البيت. انت فين؟ بيت ايه؟ بيتكم القديم. نعم. هو انت مش بعتلي مسج بتقولي لي تعالى لي عند بيتي القديم؟ امال مين اللي بعت المسج دي؟ طب انت فين دلوقتي؟ خليك
ايوه قلت لك ابويا يعيش يا حمزه. حصل ولا لا؟ سليم ابوك مات علشان كان تعبان، واحنا عملنا كل اللي نقدر عليه. لو كنتوا عملتوا كل اللي تقدروا عليه ما كانش مات. وانا وانت عارفين كويس قوي لما تعوزوا تلحقوا حد كان ممكن تعملوا ايه. سليم قلت لك سلم نفسك وهخليك تشوفه، وانت اللي مرضتش. لكن انتوا سبتوه يموت، ودلوقتي الدور عليكم. صاحبك هشام قدامك 10 دقايق. مامي، ينفع نتكلم دقيقتين من غير خناق؟ انت عودتيني نعتمد على نفسي من وانا صغيرة، ومن ساعة ما بابا مات وانت بتعامليني كصاحبتك مش كبنتك. خلينا نتكلم شوية كصحاب. سليم بيعمل كل اللي بيعمله ده يا ماما عشان خاطر حاجة واحدة بس، ان انا في الاخر ارجع له. يعني هو ولحد النهارده عايزني انا وبس. عشان كده مفيش اي حد غيري يقدر يوقفه على اللي هو بيعمله. وانا ما اقدرش اسيبك يا سليم. ولا انا عايزه ابقى معاه، بس طالما انت هنا معايا يا ماما سليم هيقدر يوصلك باي طريقه، وساعتها هضطر اعمل اللي هو عايزه مني. يعني انت يا ماما نقطه الضعف الوحيده اللي سليم يقدر يضغط عليا بيها. عشان كده عايزاكي تبعدي عشان احميكي واحمي نفسي. انا ماما الموضوع ده مش هيطول، اوعدك. هما كام يوم لغايه ما سليم يتمسك، وبعد كده هنرجع نقعد مع بعض. انا عارفه يا ماما انت استحملتيني قد ايه وتعبتي معايا قد ايه، بس عشان خاطري المره دي لازم تبعدي. اوعدك. وريني ضحكتك الحلوة. الانفجارات تهز القاهرة. شهدت القاهرة اليوم تصعيدا جديدا من العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد بعد أن شهد سكان القاهرة عدة انفجارات للسيارات. ازاي سبتوا ده يحصل؟ عدد من المناطق الحيوية في ازاي؟ الأمر الذي أدى إلى سقوط العشرات ما بين ضحايا ومصابين. سيادتك يا فندم محدش فينا كان متخيل ان الامور هتوصل للدرجات دي. وهو وصل من ساعة القضية الزفت دي ما اتفتحت، وكل يوم عندنا مصيبة. سرعة نقل المصابين وتكثيف الحملات الأمنية لسرعة القبض على الجناه والذين انا لسه ده من مكتب رئيس الوزراء، مش عارف اروح اقول له ايه. قول له يا فندم ان احنا في حالة حرب مع الارهاب. سيادتك كل يوم بيقع مننا ناس عشان بيأدوا واجبهم. سيادتك احنا ما قصرناش في حاجة، والكل لازم يعرف ويفهم عشان يقدروا اللي احنا فيه. هشام الإسعاف. أنا المقدم حمزة من الأمن الوطني، عايز إسعاف ضروري حالا دلوقتي، في ضابط بيموت. هشام المعادي شارع 7، أرجوك بسرعة.
حمزه ده بينزف يا حمزه، لازم يتنقل المستشفى بسرعه. الاسعاف جه حالا. الو سليم صح؟ بتدور على مين بقى ان شاء الله؟ وحيد خليك هنا، انا هحاول الحق. يلا بسرعه يا حمزه. هشام 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 ومعنا الآن خبر عاجل ومؤكد، وهو سقوط ضابط سابق في جهاز الأمن الوطني بعد تعرضه لمحاولة اغتيال. شهود عيان في موقع الحادث أكدوا أنه تعرض لإطلاق الرصاص عليه من مجهول، وجاري الآن نقله إلى المستشفى في حالة الحرجة. هذا وقد شهدت القاهرة اليوم سلسلة من التفجيرات الإرهابية المشتبه في كونها تصعيد جديد من جماعة نور الهدى الإرهابية، وجاري الآن البحث عن الجناه بعد صدور أوامر بسرعة ضبطهم وإلقاء القبض عليهم. ايوه يا وحيد، انت فين؟ خليك عندك، اوعى تنزل، اوعى تروح اي حته، انا جاي لك في السكه حالا دلوقتي. طيب خلاص اوكي متشكرة قوي، شكرا. باي باي باي. ماما انا حجزت لك بكره على طيارة بيروت. اللواء صبري قدامك 10 دقايق. ايوه حمزه. اللواء صبري؟ طب انا هتحرك عليه حالا دلوقتي. سلام. هذا وقد صدر بيان عاجل من رئاسة الوزراء منذ قليل يدين الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد اليوم، والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين، ويعد هذا البيان هو الثاني من نوعه. كل اللي أمرت بيه تنفذ يا شيخ. الرئاسة والذي تقدمت فيه بخالص السعادة لأسر الشهداء والمصابين، ووعود حاسمة بسرعة ضبط المتسببين. سليم دلوقتي في طريق تنفيذ أهم ضربة لينا النهارده. ايه؟ هو هيعمل ايه تاني؟ مش مهم يا صالح هيعمل ايه، المهم دلوقتي إن سليم رجع لنا. خد يا صالح، البيان ده عايزه يتوزع على كل الجرايد ومواقع الإنترنت. عايز كل الناس تعرف اللي حصل ده حصل ليه ومين اللي وراه. أمرك يا شيخنا. شكرا يا حمزه، الف شكر. على ايه يا فندم؟ خير يا فندم، انت كويس؟ انا كويس. في ايه؟ في حاجه؟ في ايه انت ما قلتلوش ولا ايه يا حمزه؟ فندم كان جاي لنا تهديد من سليم لسعادتك. يبقى سليم اتجنن، وعشان كده لازم نوصل له بسرعه يا جماعه قبل ما يقتل حد تاني مننا. بص يا حمزه، اللي انا متاكد منه لحد دلوقتي ان لو في حد سليم عايزه الحد ده هو انت. انا متاكد يا حمزه، علشان كده انت لازم ترجع الوزاره، لازم يا حمزه، وما تخرجش منها ابدا. تمام؟ ابوس ايدك، اسمع كلامي ولو مره واحده في حياتك. ارجع انت وسيبنا اتصرف، وان شاء الله النهارده مش هيعدي الا وسليم في ايدي. يا بهاء افهم بالعقل كده. هو دلوقتي عمال يقتل واحد ورا التاني، وقبل كده كان في انفجارات. ليه كل ده؟ اكيد يا فندم علشان البلد تولع، علشان الاعلام يصور، علشان الناس تخاف.
ممكن ساعتها الوزير يتشال. تفتكر يا فندم ممكن يبقى الهدف اللي جاي هو الوزير؟ والله ممكن، تصدق. وعشان كده بقى احتياطيا لازم تتصلوا بسيف يا جماعه علشان يبلغ حرس الوزير انه ما يخرجش دلوقتي، واذا بفرض انه لازم يخرج لازم يغير خط سيره بسرعه يا جماعه، مفيش وقت. ايوه حمزه، في ايه؟ لا لسه سياده الوزير ما خرجش. بتقول ايه؟ سياده الوزير. ايه في ايه؟ سيادتك ما ينفعش تخرج من الوزاره دلوقتي. ايوه يا نهى. ايوه حبيبي، عامله ايه؟ تمام، انت كويسه؟ انا تمام يا حبيبي، انا تمام الحمد لله، كويس كويس. وبابا كمان كويس، ما تقلقيش. انت فين؟ يا ستي والله كلنا كويسين زي الفل، انا بقول لك اهو. انت فين بقى؟ فين؟ الو، قولي تاني، صوتك بيقطع يا نهى. الو، هو ده وقته، هو ده وقته. يعني ايه ما اقدرش اخرج؟ ده كلام يا سياده اللواء؟ يا فندم خروج سعادتك من الوزاره هي الحاجه الوحيده اللي هم عايزينها دلوقتي. كل اللي بيحصل بره دلوقتي عشان سعادتك اول ما تخرج تتعرض لمحاوله اغتيال. يبقى تمنعوهم، تشوفوا شغلكم، مش تقول لي اقعد في مكتبي. يا فندم احنا مش في ظروف طبيعيه، لازم نتعاون على الاقل الليله دي. يعني ايه وزير الداخليه ما يقدرش يطلع من مكتبه؟ يا فندم انا سيف، انا اخترتك علشان قلت انك هتقدر على المهمه دي، لكن واضح ان اختياري كان غلط. وماله؟ الغلط يتصلح. في عربية مستنياك يا ماما تحت، هتوصلك لحد المطار، وانا مظبطه لك كل حاجة هناك، العربية بحجز الاوتيل بكله. عارفة يا ماما لو عليا كنت انا وصلتك بنفسي، بس انتي فاهمة. فاهمة، خلي بالك من نفسك. حاضر يا ماما، هخلي بالي من نفسي وهكلمك كل يوم واطمنك عليا كل يوم. عارفة لو ما كلمتنيش كل يوم هحجز في اول طيارة وحاجة ويحصل اللي يحصل، فاهمة؟ فاهمة يا ماما، حاضر. وبعدين يا ماما احنا مش هنغيب عن بعض شهور، هما ان شاء الله يومين وهنرجع نتقابل تاني. ان شاء الله. بس يا ماما، بس يا ماما، شافي بقى ما تقطعيش قلبي. بس خلي بالك من نفسك. حاضر. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا. كفايه يا سليم، كفايه. مش مكفيك كل اللي ماتوا؟ لا مش كفايه. قلت لك زي ما ابويا مات كلكم هتموتوا. انتوا اللي قتلتوه يا حمزه، انتوا. وانا اللي هقتلك يا سليم، سامعني؟ قسما بالله العظيم لاجيبك واقتلك يا سليم. الدور على بنت اللواء صبري. نهى، قدامك ربع ساعه. ايوه يا نهى، انا وصلت تحت البيت. انت فين؟ بيت ايه؟ بيتكم القديم. نعم. هو انت مش بعتلي مسج بتقولي لي تعالى لي عند بيتي القديم؟ امال مين اللي بعت المسج دي؟ طب انت فين دلوقتي؟ خليك